السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل متابعيني، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. خبر مؤسف جدا، وهو وفاة الصحفي ليث محمد رضا في القرادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعت الأوساط الصحفية والإعلامية أحد منتسبي وكالة الأنباء العراقية الزميل ليث محمد رضا، الذي وفاه الأجل مساء اليوم الأربع بعد إصابته بطلق ناري أثر حادث مشاجرة في منطقة العرصات ببغداد. ونعت وكالة الأنباء العراقية فاقدها، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، داعي الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان. وقالت الوكالة في بيان النعي: لقد كان الشهيد ليث محمد رضا مثالا للموظف المخلص والمتفاني في عمله، وكان يتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان محبوبا من قبل جميع زملائه. وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادث وتقديم الجناه إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويكتبه من الشهداء يا رب العالمين. دعوتكم له بالرحمة والمغفرة.